ينفع اخد سيجارة او كاس من صاحبي واقول دي تفاريح؟ ده لزوم القعدة وهتعدي مش هكررها تاني. انا هحكي لك الحكاية من الاول وانت اللي تحكم، صدقني مش انا اللي هحكم. ينفع تبقى تفاريح ولا لا؟ مخك يا سيدي عامل زي شبكة الكهرباء المعقدة جدا جدا، أسلاك أسلاك واصلة ببعضيها. الفرق بين أسلاك الكهرباء ومخك إن الأسلاك فعلا تبقى واصلة ببعضيها علشان يوصل فيها الكهرباء، ولازم تبقى جوه الفيش. مخك مختلف سنة، هي عبارة عن أسلاك فعلا اللي هي الخلايا العصبية، بس بعاد عن بعض شوية. طيب ما أنت هتقولي الكهرباء كده ما بتمشيش، ما فعلا هي كده ما بتمشيش إلا بطريقة واحدة. لازم حاجة تنط من السلك ده للسلك ده، من الخلية دي للخلية دي. ايه بقى اللي بينط من هنا لهنا؟ حاجه اسمها الموصلات العصبيه. يبقى الموصلات العصبيه بتوصل لي الاسلاك ببعضيها، اللي بيها اقدر احس باي حاجه، اي احساس في الدنيا. لمست حاجه، موصل عصبي، ماده بتجري من هنا لهنا علشان تحسسني الاحساس ده. زعلت، ماده تانية بتجري من هنا لهنا عشان احس بالزعل. اتبسطت، اكلت اكله حلوه، شربت حاجه حلوه، قعدت مع ناس حلوه، كنت قاعده مع حد انا بحبه قوي. ده احساس. طب ما برضو الاحساس هيوصل ازاي؟ ليه ماده بتمشي من هنا لهنا زي المواد التانية بالظبط. الماده دي اسمها دوبامين. الدوبامين ده مسؤول عن نظام المكافاه في الجسم. دي ماده بتطلع بتكافئك على الحاجه الحلوه اللي انت عملتها، الاكل، الشرب، القعده الحلوه، الحب، اي حاجه حلوه انت عملتها. ايه المشكله في ايه بقى؟ ان الدوبامين ده لما انا مثلا اكلت ساندوتش انا بحبه قوي، مثلا بيطلع 10 دوبامينات يعدوا من هنا لهنا، يدوني احساس المكافأة، الريورد، احساس حلو قوي، يبسطني، يخليني انا احس بالسعادة. حلو قوي الكلام ده. لما باخد بقى سجارة، باخد كاس، بشم اي حاجة، مخدرات، هيروين، كوكايين، اي حاجة من الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، ايه اللي بيحصل في الدوبامين؟ بيبتدي يشتغل ويتنشط جامد جدا، بس بدل ما يطلعوا 10 اللي أنا متعودة عليهم بيطلع 1000. تخيل، 1000 دوبامينية يطلعوا مرة واحدة، رش، كمية مهولة تطلع في دماغي. أنا هحس بإيه؟ هحس بسعادة غريبة، إحساس بالنشوة، هاي، عمري ما حسيته قبل كده، إحساس هحتاجه بعد كده، إحساس هيوحشني. اول لما المخدرات دي هتتسحب من جسمي احس ان انا عايزه احس الاحساس ده تاني. الريورد سيستم هيبتدي يلح عليا، ما تعملي نفس الحاجه اللي انت عملتيها اللي طلعت لنا الالف دوبامينيه دي، خلينا نتبسط شويه. فهتلاقي نفسك انت بتطلب وعايز تاني، وبدل ما تستنى عزومه من واحد صاحبك انت اللي هتروح وتجري وراها علشان انت عايز تفتكر نفس احساس السعاده. بس مره في التانيه في التالته انت هتحس ان انت مش مبسوط زي الاول. ليه؟ لان جسمك اتعود ان الالف دوبامين دول خلاص ما بقوش يأثروا. هيبتدي جسمك ومخك يطلب ايه؟ يقولك لا ما تكتر لي شويه بقى اللي انت كنت بتشربه، اصلا الالف اللي بيطلعوا دول ما بقوش يحوقوا معايا، انا عايز 2000، انا عايز 3. فبدل ما انت بقيت تاخد سيجاره او سيجارتين، بقيت عايز 4، بقيت عايز 5، بقيت عايز 6، علشان يطلع كميه دوبامين اكتر فانت تتبسط اكتر، وهكذا. وتدخل في الدايره دي وما توقفش خالص. الريورد سيستم يبتدي يحصل له دي اكتيفيشن، ما بقاش يحس بكميه الدوبامين، وبالتالي بقى اي حاجه بسيطه انت بتعملها في حياتك ما بقتش بتطلع دوبامين اصلا. او لو طلعت الكميه الصغيره اللي انت متعود عليها لما تاكل اكله حلوه او تقعد مع ناس حلوه، ما بقوش يعملوا لك اي حاجه، ما بيحوقوش فيك. فبالتالي انت بيبتدي يحصل لك ايه؟ ديبريشن، اكتئاب. بالتدريج ما بقاش فيه اي حاجه في الدنيا او من السلوكيات العاديه بتاعت البني ادمين بتبسطك. حاجه واحده بس هي اللي بتبسطك، هي ايه؟ المخدرات اللي بتطلع كمية مهولة من الدوبامين. ومرة في مرة في مرة هتلاقي نفسك بتزود بتزود بتزود. تخيل نفسك بقى لو انت بطلت مرة واحدة، ايه اللي هيحصل في جسمك؟ انا مش هقولك ايه اللي هيحصل في جسمك لو انت بطلت مرة واحدة، انت تخيل لو حرمت جسمك من كمية الدوبامين دي كلها مرة واحدة، ايه اللي هيحصل؟ عشان كده على طول بقول ابعدوا عن الزحليقة يا حبايبي. ايه بقى الزحليقة؟ هو انا ينفع ان انا اطلع على الزحليقه واتزحلق عند نصها واقول لا خلاص مش هكمل؟ ينفع كده؟ مستحيل. لو قربت من الزحليقه هتطلع وهتكمل لحد الاخر وهتمشي المشوار لاخره. احسن حاجه نعملها ان انا ما اقربش اصلا، مش اطلع وانزل واقول مش هكمل، لانك هتكمل.